وكيل اللاعبين الاستاذ سمير عبد التواب. مساء الخير يا سمير. يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازيك يا سمره؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ نقول وكيل رزاق ولا مش وكيل رزاق؟ لا، احمد يحيى وكيله، انا معاه يعني، مش احمد يحيى اللي وكيله معاه. وصل رزاق اخيرا؟ يا كابتن اخي، تعبتنا جدا يا كابتن. يا احمد يا سمير، القصه كانت متعبه جدا يا كابتن. بس وصل يعني؟ لا، وصلوا رايحين على النادي اهو يا كابتن، يعني انا بالكتير ربع ساعه ولا حاجه نبقى في النادي، بس الطياره اتاخرت بيه، والطريق كان من المطار للمهندسين غير عادي، يا دوبك حتى حاجته بس كده وخلاص بقى ونزلنا على التمرين. يعني انت خدته بالمطار طالعين بيه على النادي على طول على التمرين؟ لا 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 لا، راح الشقه وكده وساب حاجته، وبعد كده خلاص رايحين على التمرين. هيتمرن النهارده ولا خفيف طبعا؟ بص، اعتقد خفيف جدا مع الكابتن. كنت انا متفق مع الكابتن حسن وكابتن اسماعيل ان هيبقى خفيف جدا، فانا مش عارف برضه هيقدر خفيف ولا لا، لان الطياره اتاخرت ساعتين والطريق من المطار للمهندسين ساعتين، فهو بصراحه تعبان جدا يعني. هو جنبك يا سمير؟ ممكن نكلمه ولا صعب؟ لا مش جنبي صدقني، هو في العربيه الثانيه مع احمد في العربيه. انتوا واخدين عربيتين تمويه يعني؟ ايه يا كابتن؟ واخدين عربيتين تمويه يعني؟ لا مش عارفين تمويه، عشان هو جايب كل حاجته يا كابتن، عشان هو مش هيسافر، هو جايب كل حاجته بقى، فجايب وجاي من السويد على طول على مصر. طيب مفيش مشاكل الحمد لله، الفلوس التذكره اتدفعت كله تمام، الولد جاي بقى مركز، ممكن يبقى متواجد في الماتش الفاينل، جاهز فنيا متهيألي وبدنيا يعني. لسه لاعب ماتش يوم الجمعه اللي فات، وواخد مان اوف ذا ماتش في الدوري السويدي يعني. بس يعني هو جاهز جدا يا كابتن. يعني بس بعد اذن حضرتك، يعني انا نفسي بقى ياخد حقه الاعلامي، والناس بقى تركز في مستواه الفني، وبلاش بقى القصص اللي كانت حواليه، يعني ان شاء الله هو يعني تقصد ايه يا سمير؟ كابتن، عشان انت حضرتك عارف ان اي لعيب بيجي نادي الزمالك كان جات واجوجو كان مستواه الفني لا خلاف عليه، لكن ابتدى بقى الاعلام والصحافه والمشاكل ومش عارف ايه وكل حاجه. لا، يا ريت بقى الناس تسيبنا من كل الكلام ده ويتركز في مستواه الفني، يعني هو لعيب كويس، لعيب مفيد، لعيب مش مفيد والكلام ده بس. شوفوا بقى بينتقدوا بقى من ان هو الشقه والطيران والكلام الفاضي ده اللي حصل قبل كده، علشان الواد يعرف يدي كوره، لان هو جاي فعلا جاي يستقر، وجايب اسرته وجايب اهله وجايب الدنيا كلها، وعايز يقعد وعايز ياخد بطوله مع الزمالك، وهو عارف ان هو يعني جاي نادي كبير وجاي مع هو عارف هو داخل، يعني هو عارف هو داخل على ايه يا سمير؟ يعني هو عارف انه جاي على نهائي كاس مصر وجمهور عامل ازاي؟ يعني انا اعتقد مع احترامي الفرقه كان بيلعب فيها في السويد ما عندهاش الاستاد ده ولا عندها الجماهير دي، فمتهيألي هو انت مؤهله نفسيا. هل شاف ماتشات اللي فاتت مثلا؟ كابتن، انا كنت بعد كل ماتش كان بيكلمنا، كنا بنبعت له الحاجات على الايميلات، على الايميل بتاعه ده، كفايه شكل الجمهور اللي شافه، يعني كان بيقول ده انتوا فريق غير عادي يعني. فاحنا بنقول له احنا نص مصر، يعني الزمالك ده نص مصر، فانت متخيل ايه من بلد فيها 80 مليون. واحنا كمان اللي علق عليه قوي يا كابتن، اللي هو لو حضرتك عارف كنت موجود ولا، اول تمرين لما كانت الناس بالشماريخ والصواريخ الأطرس، كان عامل شغل جامد قوي، فقال لك مش ممكن ده. طيب بشكرك يا سمير.